كيبدا الفيلم ديالنا مع نيت وبناتو اللي غادي لجنوب افريقيا باش يزوروا البلاد ديال الام ديالهم اللي ماتت مؤخرا بسبب المرض. وملي كيواصلوا نيت كيتلاقى مع صاحبو مارتين، وملي كانوا غادي للدار كيبدا مارتين يشرح للبنات الخدمه ديالو اللي هي حمايه الحيوانات من الصيادين غير قانونيين. وملي وصلوا للدار بان ان البنت الكبيره ديال نيت غاضبه عليه بزاف حيت ما كانش مع الام ديالها ملي كانت مريضه، وفاش سولاتو قال لها بلي كانوا مفارقين قبل ما تمرض. من بعد مشات وخلاتو، وفاش مشات نيت جا عندو صاحبو مارتين وبدا كيقول ليه انه هو السبب في موت مارسو. ونهار الغد مارتين كياخذ العائله في واحد الجوله للوحه الاسود وكيشرح لهم الحياه ديال الاسود وكيفاش كيتقاتلوا على المنطقه ديالهم. وملي قربوا مارتين لاحظ ان احد الاسود مجروح وفهم بلي شي صياد هو السبب، وكيقرروا يمشيو للقريه ويسولوا على شي معلومات على الصياد. ولكن ملي وصلوا لقاو ان القريه خاويه كلها. ومن بعد واحد شويه ديال البحث مارتين كيلقى واحد الحاجه مرعبه وكيطلب من نيت يبيع البنات حيت المنظر صعيب. كيكتشفوا ان نص القريه ميتين بطريقه غريبه، ومارتين كيقول بلي هادشي كيشبه الانتقام وكيقرروا يراجعوا. وملي كانوا راجعين كيلقاو واحد الشخص مجروح وكيقول لهم بلي الشيطان هو اللي دار هادشي. مارتين كيسمع شي صوت وكيقرر يمشي يشوف، ولكن نيت كيرجع للسياره باش يجيب الاسعافات. وملي رجع كيلقى الراجل مات. مارتين كيتبع الاثار ديال الاقدام وكتوصلوا للبحيره، ولكن كيتعرض للهجوم. ونيت كيسمع الصوت ديال الرصاص وكيبدا كيمشي بحذر للمصدر ديال الصوت، ولكن كيواجه اسد اللي كيهجم عليهم وكيخسر السياره. وملي بغاو يهربوا السياره كتوحل في واحد المنعطف، ونيت كيتصل بمارتين باش يطلب منه المساعده، ولكن مارتين كيقول ليه بلي الاسد حدا السياره. ونيت كيبدا كيقلب على البندقيه ديال التحذير، ولكن مارتين كينبهو وكيقول ليه ما تخرجش. بالرغم من هادشي نيت كيصر على المساعده. بنت نيت كتشوف موقع مارتين وكتقرر تمشي عنده، وفي نفس الوقت الاسد كيهجم على نيت، ولكن البنت الصغيره كتنبه نيت باش يهرب. ملي كيوصلوا عند مارتين وكانوا كيعالجوا فيه، الاسد كيرجع لعند السياره والمهدئ ما كان عنده تأجيل، وكيبقاو في السياره الليله كلها. وفي الصباح كيجيو شي صيادين وكيقرروا يعاونوهم مقابل الفلوس. ملي عرفوا بلي مارتين العدو ديالهم كيتراجعوا على المساعده، والاسد كيهجم على الصيادين. ونيت كيغتنم الفرصه باش يحاول يسرق السياره ديالو. ومن بعد محاولات كينجح في الهروب، ولكن الاسد كيرجع يحاول يدخل السياره. ومارتين كيتصدى للاسد وكيطلب من البنات باش يخرجوا. من بعد السياره كطيح من فوق المنحدر وكتنفجر. مارتين كيضحي براسو باش يحمي العائله. ونيت كيرجع للواحه مع بناتو، كيتذكر النصيحه ديال مارتين بلي الاسود ما كيسمحوش الاسد غريب يدخل للمجموعه ديالهم. وكيستدرج الاسد غريب لعند الاسود، وفعلا كيهجموا عليه وكيقتلوه. ونيت كيتصاب بجروح خطيره، ولكن كيسمع صوت النجدة قبل ما يفيق في المستشفى والبنات ديالو حداه. والبنت الكبيره كتشكر نيت على الفكره الذكيه ديالو، وهو كيقول لها بلي كلشي كان باغي هو انه يحميه. وهنا كيكون الفيديو سالا. الى عجبك ما تنساش دير لايك وكومونتير وبارطاجي مع صحابك، وتهلاو.